شكرا جزيلا لك جواد. إذا مشاهدينا، تعادل الأهداف بين المنتخبين المغربي والتنزاني في نهاية الشوط الأول للمباراة. تنزانيا فريق يهوى التعادلات، في آخر 5 مباريات تعادل في 4 مرات، لكن وجب الحذر من تنزانيا لأنه في 3 مباريات الأولى في كأس أفريقيا الحالية سجل 3 أهداف. الأهداف سجلت بين الدقائق 48 ضد تونس، 50 ضد نيجيريا، و59 ضد المنتخب الأوغندي. بالتالي على المنتخب المغربي يبدأ الشوط الثاني بالحذر، وأكيد برغبة كبيرة وجامحة في إحراز الأهداف لتأمين العبور إلى دور 16. فأي تأخير في إحراز الأهداف قد يجره المنتخب التنزاني إلى ما لا يريده أكيد المنتخب المغربي ومدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. مشاهدينا، بعد الفاصل نتحدث عن أحداث الشوط الأول لمباراة المغرب تنزانيا. جديد كابتن جمال سلامي مدرب منتخب الأردن، يوسف شيبو منتخب المغرب سابقا، وكريم حقي منتخب المغرب تونس سابقا. أهلا بكم جميعا. كابتن جمال، أهلا بك من جديد معنا. لديك ملاحظات فنية اخترتها في الشوط الأول لهذه المباراة، ولكن في المحصلة المنتخب المغربي خيب الظن فيما قدمه بالشوط الأول، ليس كذلك؟ بالنسبة لي شخصيا لا يجب أن ننسى أننا في المباراتين الأخيرتين غيرنا 2 المرات في وسط الملعب، وهذا شيء صعب، يعني ماشي سهل على منتخب، لأن وسط الملعب هو المحرك، هو صانع اللعب، هو الفكر، لا الهجومي ولا الدفاعي، هو التوازن بين الخطين. وبالتالي يعني المباراة السابقة غيرنا في الخط، يعني كان اختياري وعطانا أفضلية، ولكن اليوم كان اضطراري وتأخرنا في الدخول في اللعب. يعني نشوفوا تقريبا إلا الكرة الثابتة اللي سجلنا منها هدف وتلغى، يعني ما استطعناش أننا نضغطوا على الخصم ونسترجعوا كرات كثيرة نشكلوا منها خطورة إلا بعد مرور تقريبا نصف ساعة. وبالتالي شفنا بلال خنوس لما دخل في اللعب فهو أعطانا إضافة، تغيير اتجاه اللعب، كرات اتجاه حكيمي أو الاختراق، وبالتالي جاونا 2 ديال الفرص. كنا تنشوفوا تمريرة قطرية تاعو حكيمي، ثم كانت محاولة اللي كان ممكن نسجلوا منها وهو اللي وصل. يعني دياز التواجد تاعو دائما خطير في المربع لما تنوصلوا للمربع، وبالتالي لو وصلنا بشكل كثير غادي نلقاو عندنا هنا نشوفوا اول كره تقريبا غادي يخترق بها بلال الخطوط ويعطينا اضافه، وبالتالي هذا هو الدور اللي كان مطلوب منه، ولكن يحتاج وقت باش يدخل في ايقاع في المنافسه. تنظن ان الشوط الثاني غيكون افضل ان شاء الله، غيتحرر لا هو لا حكيمي، لان حتى حكيمي ما شناش بالقوه تاعو، لانه خاصو يدخل في جو تباري باش نلقاو حكيمي اللي حنا متعودين عليه. ما الحل في الشوط الثاني يوسف؟ لا، اول شيء خلينا نقسموا على الفريق التنزاني المنظم بشكل جيد، وهذا توقعناه. فريق منظم، فريق منتشر بشكل جيد، بيلعب 5 لاعبين وراء في الدفاع، لا مع 4 ملاعب قدام تقريبا، وحتى انتشاره مرات يتقدم الدفاع متقدم ومرات يعود للوراء ولا يعطيك المساحات. المشكله اننا ما عندناش المساحات. المشكل الاخر ان لازم نكونوا اذكياء، هو عاوز يجرنا انه ندخل معه في صراعات بدنيه، انهم اقوياء على المستوى البدني، يعني شوف كيف يركضون وكيف التغطيه وكيف دائما 3-4 لاعبين دائما على حامل الكره. بالتالي الشيء الجيد متى نكون خطيرين يا يوسف؟ عندما نسترجع الكره في منطقتهم بسرعه ونتحول بسرعه، هنا تكون عندك المساحات اكثر. وشاهدنا تقريبا 3 محاولتين او 3 محاولات كنا قريبين من التسجيل. يجب دائما الضغط، محاوله استرجاع الكره بسرعه، ثم التحول السريع. هذه هي النقاط اللي لازم نركز عليها في الشوط الثاني. الشوط الاول كما قلت دائما شيء طبيعي انك تلعب مع فريق متكتل دفاعيا يعطيك المساحات. مع الشوط الثاني غيكون الارهاق، غيكون التعب، لازم نكونوا اذكياء، لانهم يمكن جاتهم فرصتين كانوا ممكن يكونوا خطيرين في اول مباراه. فرصه كانت خطيره، نعم. بالتالي يجب نكونوا حذرين. نتكلم على هذه الفرص اللي جات، يعني ان استرجعنا الكره في منطقتهم ولعبنا الكره بشكل اسرع. لازم وحتى السرعه في التمرير والسرعه في التنقل. ابراهيم ما شاهدناش بكثير لان هناك دائما رقابه، دائما يدخلوا عمق الملعب، يخلي اكثر شيء حكيم في الجهه اليمنى، لكن حكيمي على المستوى البدني لا زال جاهز، خليه يبقى اكثر في الجهه اليمنى وعنده الحلول. طبعا مباريات مثل هذه انا اشوفها مباراه نصيري، لان هناك عرضيات، كل كور تقريبا خاضوها المدافعين، يجب ادخال مهاجم اخر. طيب كريم، منتخب تنزاني في المباراة السابقة
في أول ربع ساعة بعد العودة من الاستراحة ما بين الشوطين يكون المنتخب خطير جدا. هو فاجأنا في مباراة اليوم أنه في أول ربع ساعة من بداية المباراة في أول 5 دقائق شاهدنا مسوفا وهو يهدد مرمى بونو. صحيح، الأوقات المفاتيح في المباراة، أول مباراة، آخر الشوط، بداية الشوط الثاني، اوقات يعني مهمه جدا، وخاصه التركيز لازم يكون عالي. المنتخب التنزاني ظهر بتنظيم دفاعي محترم جدا، وخاصه بارتقاء هجومي سريع ومنظم، وهذه شفنا الفرصه اللي ضاعت في اول مباراه كانت خطيره جدا ونبهنا فيه. المنتخب التنزاني لازم تكون حذر، خاصه لما يكون الكره عند المنتخب المغربي في الشق الهجومي. هنا تكمن خطورة المنتخب التنزاني. تخسر الكرة، تنقل سريع، لاعبين يجدين معناتها اللعب بلمسة وسريعين نحو الأمام. أعتقد أنه يعني لازم المنتخب المغربي يكون صحيح يرد التسجيل، صحيح لازم يعني الضغط وخلق الفرص، لكن لا ننسى أن ثم تنظيم دفاعي، وخاصة على اللاعبين مثل أرجد وكذلك ماسينا وكذلك العيناوي، يكونوا في الأوقات لما تكون المغرب بحوزتها الكرة يكونوا حذرين يعني ويعرفوا كيفاش يتصرفوا مع المرتدات المنتخب التنزاني. طيب سنذهب مشاهدينا الى فاصل ونعود للحديث عن ربما توقعاتنا في الشوط الثاني مباراة المغرب تنزانيا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كابتن جمال، المغرب مطالب بالهجوم، ولكن ما السبيل لكي يحدث الامر افضل مما حدث في الشوط الاول؟ المغرب مطالب بالفوز ماشي بالهجوم. الفوز سياتي بعد الهجوم. الفوز ان شاء الله. هو يعني لازم نحافظوا على التوازن تاعنا كما حكى كابتن الحجي. يعني عندهم لاعبين خطيرين، خاصه في بدايه ديال الشوط الثاني لازم نكونوا حذرين. يعني اللاعبين المعنيين بالشق الدفاعي لازم يكونوا جاهزين للكرات المرتده. غيجونا فرص كما جاونا في الشوط الاول. المطلوب هو التوقع تاع المهاجمين يكون اسرع. الشوط الاول كان التوقع تاع المدافعين اسرع وكانوا في حده اكثر. شفنا المدافعين التنزانيين يعني لاعبين بواحد الثقه، حتى الكرات اللي تتكون بينهم وبين المهاجمين المغاربه ما تمشيوش تدخلوا بسرعه، لانهم تيتوقعوا ممكن تكون مراوغه، ممكن تكون ضربه خطا، ضربه جزاء، وبالتالي خاصنا حنا ناخذوا المبادره اكثر، تكون عندنا جرأه اكثر وغنسجلوا ان شاء الله، لانه جاونا فرص ما استغليناهمش. الشوط الثاني غنكونوا اكثر ثقه، خاصه من الجهه اليمنى جهه حكيمي، لان هي الجهه الضعيفه دفاعيا عند المنتخب التنزاني، وبالتالي خلقنا منها فرص خصنا ضروري نستغلهم باش نفوز. تذكر مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب وكيف أقدمت على انقلاب الأحداث بين الشوطين الأول والثاني. يوسف باختصار. أول شيء السرعة كما قلت، السرعة في التمرير، السرعة في دائما التحولات، التوازن في اللعب، ودائما الاحتياط خصوصا في المرتدات ديال فريق تنزانيا. كما قلت اكيد الشوط الثاني سيكون مغاير، لان مستحيل ان المنتخب التنزاني راح يبقى بنفس التركيز ونفس الحديه خصوصا لكن هناك تعب، سيكون هناك مساحات اكثر للاستغلال بشكل جيد، وعنده تغييرات، عنده اخوماش، عنده رحيمي، وعنده كذلك نصيري، يعني الكرات العاليه لازم كريم. لما تلعب ضد منتخب عنده التكتل الدفاعي الكبير، لازم تستغل توقيت لما تفتك الكرة على مستوى عالي، السرعة، ثم ما تخليهمش يرجعوا بستة 7 لاعبين. لو راجعوا 6 7 لاعبين صعب انك تخترقهم، خاصة بعد المستوى البدني حاضرين، وخاصة يدافعوا بشكل جيد وشكل ذكي. طيب شكرا جزيلا كابتن كريم حقي، يوسف شيبو، كابتن جمال السلامي. الان نعود الى جودة بدل لتعليق الاحداث الشوط الثاني مباراة المغرب تنزانيا. مشاهدينا في ملعب المدينة الذي تم تشييده بالكامل في مدينة الرباط، مباراة جنوب افريقيا والكاميرون في تمام 10 مساء توقيت مكة المكرمة عبر قنوات ماكس 1 2 3 و4 حصريا عبر قنوات بي ان سبورتس اكيد بمختلف اللغات. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سنتحدث عن مباراة المغرب وتنزانيا، كل احداث المباراة لا سيما في الشوط الثاني. من جديد هنا بجمال سلامي مدرب منتخب الاردن، اهلا بك يوسف شيبو منتخب المغرب سابقا، وكريم حقي في منتخب المغرب
منتخب تونس سابقا، مثل المغرب مثل تونس. هو معنا دابا. اكيد. كابتن جمال، حل فردي حسم المباراة، ولكن حل فردي جاء بعد مجهود جماعي لا سيما من حكيمي من الجهة اليسارية لمنتخب تنزانيا. تمريرات الحكيمي، ولكن الكعبي لم يكن موفقا مثل ما كان في المباراة السابقة. اول شيء مبروك التاهل، لان هذا هو المطلوب، وهذا الهدف تاعنا من المباراه تاع اليوم. المباراه ما كانتش سهله امام خصم عنيد منظم بشكل جيد. تكلمنا بان الجهه اليسرى عندهم فيها مشاكل كثيره، وهي الجهه اللي ممكن نشكلوا منها خطوره. بطبيعه الحال اللاعبين بذلوا مجهود كبير، ولكن في ظل عدم توفق ديال المجموعه، خاصه النجم تاع المنتخب، وهذا هو المطلوب. يعني نجم المنتخب لما تستعصى الامور تبرز فردياته قدراته، سجل هدف اللي حرر الجميع واعطانا التاهل. وهذا هو المطلوب من لاعب تلعب في ريال مدريد، تمثل كره القدم المغربيه. يعني لاعب اللي يقدر ياخذك بعيد في المنافسه، وهذا هو المطلوب. ونتمنى له التوفيق كذلك في المباريات المقبله، لانه قيمته في ظل غياب أناحي. صحيح. فاحنا يعني محتاجين ليه كثير ان شاء الله. اللي لاعب يصنع مثل هذه الحلول. يوسف، 4 أهداف لإبراهيم دياز على المنتخب المغربي، حتى رقم قياسي كان للمرحوم أحمد فرس في نسختي 72 و76 تتوج فيها المنتخب. فربما هذا شيء إيجابي جدا، أنه اللاعبين يحطموا الأرقام، وربما يفتح المجال لإمكانية التتويج بهذا الكأس. اول شيء نبارك للمنتخب الوطني، نبارك للجمهور، نبارك للمدرب والطاقم التقني، للجمهور المغربي اللي كان اليوم حاضر مره اخرى وراء الفريق المنتخب، وشجع من بدايه البطوله الى بدايه المباراه الى اخر المباراه. تكلمت على دياز احد نجوم هذه البطوله. انا في اعتقادي اذا ما استمر على الاداء وما استمر الاداء الجيد للمنتخب سيكون احد افضل اللاعبين في هذه البطوله. وقل دائما ان دياز الامكانيات اللي عنده امكانيات كبيره جدا على المستوى الفردي، لاعب يجيد التسديد بالرجل اليسرى والرجل اليمنى، ولاعب دائما اللي لا يخاف، خصوصا عندما يقصد المدافعين واحد ضد واحد حتى ضد اثنين، يراوغ ويسدد. يعني عنده جرأة. واللاعبين وفي مثل هذه المباريات، خصوصا انت تلعب مع منافسين بحال المنتخب التنزاني اللي يدافع بشكل جيد، وشفنا التدخلات العنيفه كذلك بعض الاحيان بدنيا اقوياء، تحتاج الى المهارات الفرديه. تكلمنا عن المهارات الفرديه اليوم شاهدنا، خصوصا الشوط الثاني اللي انا في اعتقادي كان افضل بكثير من الشوط الاول، لان الشوط الثاني اتيحت لنا 4 فرص قبل ما يسجل الهدف. صحيح. يمكن فرصتين، كعبي الزرزولي والصيباري. يعني كان لو كانت شويه نجاعه اليوم كنا ممكن نفوز بهدفين 3، لكن كما قلت المباريات هذه مستحيل انك تفوز بسهوله في كل المباريات. تجيك بنفس هذه المباريات يجب تكون حاضر على المستوى الذهني، وهذا هو اللي اعجبني اليوم. ذهنيا الفريق كان حاضر. دياز اشتغل كثيرا على القدم اليمنى. نعم. لاحظ انه تسديد بالقدم اليمنى، هو بالاساس لاعب يعني يجيد اقوى طبعا بالقدم اليسرى. يبدو هذا اللاعب يعني غير اشياء كثيره في طريقه لعبه واشتغل على امكانياته. هو طبعا شوف اللاعب عندما ياتيك لاعب وكان مهمش من بدايه الموسم، لا يحظى بثقه، لا يحظى ب يعني دقائق اكثر، خصوصا مع فريقه، تاتي فرصه بطوله افريقيا، ولاعب يريد اعطاء اشارات للجميع انه لا زال ابراهيم هو ابراهيم، لاعب جيد، لاعب ممتاز، ولاعب عنده مهارات كبيره. وشاهدناه اليوم حتى على مستوى التصفيات كان هو الهداف. نتابع المقابله مع ابراهيم ونعود هنا للاستوديو، اجرها معهم مراسلنا عمرو فهمي في ملعب مولاي عبد الله في الرباط. إذا مع إبراهيم دياز رجل هذه المباراة. إبراهيم, felicitaciones por el triunfo, por el premio. Algún detalle. وأنت أول لاعب من المغرب الذي يسجل في 4 مباريات متتاليا. أولا أنت أريد أن نتحدث وكذلك أن أسجل الأهداف
وأنا سعيد بذلك وفخر كبير بالتأكيد لنا جميعا. وأريد أن أحيي عائلتي. سعيد جدا بالمباراة التي قدمها كل الفريق. قدمنا مباراة كبيرة وأعتقد وفي النهاية أنا فخور جدا بما قدمته وكيف نعمل، وسعيد جدا بكل العمل الذي قدمناه. هل يمكن أن تختار منافس للمباراة القادمة؟ نحن يجب أن نركز على أنفسنا فقط. نحن بالتأكيد سنقدم مباراة كبيرة ونريد أن نفعل ذلك بغض النظر عن المنافس الذي سنواجه في المباراة القادمة. علينا أن نتحسن بالتأكيد ونتطور دائما، ومع الجماهير علينا أن نمضي قدما وأن نحاول أن نحقق الانتصارات. يبدو أن هذه البطولة هي بطولة إبراهيم دياز. كريم، إبراهيم شكل حلا فرديا للمدرب، يحتاج مدرب للاعب يعطي هذا الحل. ما هي المشاكل التي عانى منها المغرب خصوصا في الشوط الثاني وفق ما تحدثنا عليه في الشوط الأول؟ في الأول مبروك لكم، مبروك للشعب المغربي، المنتخب المغربي. فوز مهم في مباراة صعبة ضد منافس حقيقة لم يكن سيء، كان خطير، كان صعب المراس، كان منظم. أعتقد أن المنتخب المغربي قام باللازم، لكن مباراة كانت صعبة، كانت في نقاط إيجابية وكذلك نقاط سلبية. أعتقد على المستوى الدفاعي المنتخب المغربي لابد أن يكون أكثر تنظيما، أكثر تركيزا. شفنا في أول المباراة فرصة كانت خطيرة جدا، في بداية الشوط الثاني كذلك فرصة أخرى، وكذلك إحساس أنه في بعض الحالات لما يكون المنتخب المغربي لديه الكرة ولديه الاستحواذ عدم التركيز خاصة من جهة ماسينا. يعني لابد أن تكون أكثر تركيز في هذا المستوى، خاصة تو باش تدخل في مباريات يمكن مع نجوم أكثر، أوسيمان، نتكلم على نجوم صلاح، على مرموش. فأكيد هذه حكيمي نقطة إيجابية مهمة جدا عودته، وهذه الثقة وهذا المردود المهم بالنسبة للاعب. هذا مهم للمستقبل وللمباريات القادمة. طيب نروح مشاهدينا إلى استوديو المباراة اللاحقة، استوديو مباراة المنتخبين الكاميروني والجنوب أفريقي. المباراة تنطلق في الساعة 10 مساء. تتابعون محمد أبو تريكة ويقود استوديو الزميل أمين السبتي. مشاهدينا سنتابع الآن معكم هذه المقابلة مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بعد هذا الانتصار والتأهل إلى ربع النهائي. مع السيد وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي. كوتش فيليستاسيون بور لا فيكتوار. تهانينا على الفوز، لكن ماذا كيف ترون هذه المباراة؟ في الشوط الأول لم يكن بمستوانا، لم ندخل في المباراة، الكثير من الأخطاء الفنية التي لسنا متعودين عليها، ربما هو الضغط، كذلك أيضا إصابة عز الدين أناحي في التدريب الأمس، وهو كان حريصا على أن يلعب فيها، وهو في منظومتنا ممتاز. وإذا لم ندخل المباراة كنا محظوظين، لأن الشوط الأول كان تعادل 0-0، ثم في الشوط الثاني سيطرنا على مجريات اللعب، وأيوبي كان له فرص، ولكن كان هناك خوف، ومن الجيد أن نصعد بعد ذلك. لو كان عليك أن تختار كاميرون أو جنوب أفريقيا ليس مهما. اليوم تنزانيا ليس هناك مباراة سهلة. نحن انتظرنا وكان علينا ضغط، وكل فريق يلعب مباراة العمر ضدنا وهم لهم رغبة في الفوز على المغرب. ينبغي أن نتعود بذلك. أي منافس نتعامل معه. فزنا بهذه المباراة النهائية وعندنا مباريات أخرى. السيد وليد الركراكي، عودة إليكم. قاد المغرب إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية. جمال، سأسألك سؤال أعلم أنه صعب، يعني الزميل يعلق على الزميل آخر، ولكن أقول لك ما الذي لا أقول أخطأ فيه أو لا أقول قصر فيها، ولا أقول ما الشيء الذي كان يمكن أن يفعله وليد أفضل مما صنع في مباراة تنزانيا؟ أظن بأنه وليد الركراكي قاد المنتخب بشكل جيد. كل مباراة عندها حقيقتها.
المسابقه المباراه تاع اليوم مسابقه غير المسابقه السابقه، يعني المباراه تاع اليوم كان خروج المغلوب، وبالتالي حقيقه اخرى لازم تتفادى تلقي الاهداف، لازم تسجل الاهداف اللي الفرص كما حكى يوسف الاول الفعاليه كانت مفقوده بعض الشيء، ولكن هادشي عادي، الاهم هو تاهلنا، وكاين الدروس، كاين المكاسب، كاين مكاسب كبيره كسبناها من هذه المباراه، وعوده حكيمي للتباري بلال الخنوس عطانا مباراه كبيره ممكن نستافدوا منه في المباريات المقبله، ولكن مباراه تنزانيا ستختلف تماما في فكر وليد على المباريات اللاحقه، لانه في ظل غياب أناحي يعني في اخر يوم قبل المباراه، الان عنده متسع من الوقت باش يحضر الاسلحه تاعو والادوات تاعو اللي غيستعملها في المباراه المقبله، لان الخصم المقبل مختلف تماما على تنزانيا، وبالتالي حقيقه اخرى للتباري تنظن بان وليد الطاقم تاعو عندهم جميع الكفاءات باش يجهزوا المنتخب والمجموعه ان شاء الله قادره على انها تحقق الحلم، لان اسمح لي لانه شفنا وليد كيف جمع اللاعبين تاعو اخر مباراه قبل اخر مباراه. هناك تتكون رسائل في تحديد الخطاب، تحديد الاهداف والحلم اللي مازال تيراودنا، ثم الفعاليه تاع المجموعه. يعني المجموعه اليوم بلال الخنوس اول مباراه من هذه القيمه غيلعبها، حكيمي من بعد عوده تاعو من الاصابه، مجموعه من المتغيرات اللي كانت في المباراه تاع اليوم كلها مكاسب تاع المجموعه. غياب أناحي، شفنا كيف وليد في الاخير شار الأناحي على انها التضامن نقطه جد ايجابيه في المسار ديال تحقيق ان شاء الله الفوز وكاس افريقيا. سنتحدث عن دور المرابط خصوصا في المباراه المقبله يوسف، ولكن بعد أقولك بعد قليل بعد متابعه هذه المقابلات مع المشجعين في رباط لعنافع بن عاشور. مساء الخير نتالي. هم من سيحدثوننا عن الفرحة المغربية رغم صعوبة المباراة، التأهل هام إلى الدور الربع النهائي ومستحق لأسود الأطلس. نرصد طبعا فرحة وردود أفعال الجماهير التي تابعت المباراة على شاشات عملاقة في أجواء مميزة جدا هنا في منطقة المشجعين في السويسي في الرباط. فرحة كبيرة رغم صعوبة المباراة، لكن التأهل هو المهم. نعم، كانت مباراة صعبة، ولكن لازم المقابلات الجاية لازم توخي الحذر مع مباريات صعبة مع الكاميرون ولا جنوب افريقيا اللي غيكونوا صعاب، وكنتمنى من الركراكي توخي الحذر بزاف، حيت الماتشات الجايين لازم نربحوا باش كاس افريقيا يبقى في المغرب ان شاء الله. طبعا فرحة كبيرة رغم صعوبة المباراة، لكن شفنا فرحة في النهاية. بطبيعة الحال الحمد لله اليوم العناصر كاملة بينات على الروح القتالية ديالها، وغادي نشكروا الركراكي واللاعبين كاملين، ورسالة لابراهيم دياز الصراحة اللي كان تألق في هذه الأربع مقابلات. طبعا تاريخي، أول مغربي يسجل في 4 مباريات على التوالي. بغينا نقولوا ليه بأنه حرام لاعب كبير بحال ابراهيم دياز يبقى حبيس الدكة في الريال مدريد. هذه خويا لجماعة الريال عتخلينا في الأفراح المغربية. لا 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 بصراحة خاصو يعيد النظر في تجديد العقد ديالو الريال مدريد. اختي تفضل. فرحه مغربيه كبيره. فرحنا بزاف صراحه، الدراري فرحونا ولعبوا مزيان، ونتمنى ان شاء الله الكاس تبقى عندنا في المغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم. طبعا فرحه مغربيه ناتالي، اجواء مميزه، اجواء رائعه، اجواء عائليه شبابيه مميزه في منطقه المشجعين. شكرا لنافع غربية الرباط. يوسف، سألتك عن مرابط وذكرته لك لماذا؟ لأنه المباريات المقبلة ربع النهائي، نصف النهائي إن شاء الله لما لا، مباراة النهائي كذلك ستشهد نوعية منافسين مختلفة تماما، بالتالي قد تكون مباراة تنزانيا آخر مباراة من وسط الملعب من هذا النوع. لا أعتقد. شوف، هي كل مباراة عندها ظروفها، يعني المباراة الجاية غتكون مختلفة عن مباراة تنزانيا سواء جنوب افريقيا او الكاميرون، بالتالي اكيد المدرب عنده قراءته للمنافس، غيشوف نقاط القوه ونقاط الضعف طبعا، وغيبني عليها اول شيء الاختيارات ديالو والتشكيله ديالو واسلوب طريقه اللعب اللي راح ممكن يلعب بها. دائما في المباريات مثل هذه يوسف المهم شنو؟ واش الاداء ولا الفوز؟ اكيد الفوز طبعا. احنا اول حاجه نقلبوا عليها هي الفوز، لان الفوز تلعب مباراه وانا ما تبغيش نتحدث على
الكاس والفوز بالكاس، لا خلينا نلعب مرحله بمرحله. الان عندنا مرحله تجاوزنا هذه المرحله الحمد لله، مشكورين اللاعبين، مشكورين الطاقم، مشكور الجمهور على هذا الحضور. الان نفكر في المباراه المقبله. اول شيء اللاعبين كلهم مهمين، ليس المرابط فقط، كل اللاعبين مهمين في المرحله القادمه، لان كلما استمرت المباريات واستمر هذا المسار المنتخب الوطني ستكون هناك اجهاد بدني، ستكون هناك اصابات، هناك بعض الاحيان انذارات والطرد مثلا. فالكل المجموعه ككل ال 24 وال 25 الموجوده كلهم الان معنيين بالامر، ليس فقط المرابط. خوماش ما شاهدناش، ممكن نشاهدوه في المباريات المقبله. بالصغير ما شاهدناش كثير، ممكن نشاهدوه. رحيمي ممكن يكون حل مهم كان جدا. يمكن ان يكون حلا اليوم ممكن، لكن هو المباراة ما استدعاش، أنه سجلنا فحاولنا ما أمكن أننا نحصد بالنتيجة، لأن كان المنافس صعب كما قلت. لكن احنا راح نحتاج كل اللاعبين، واللاعبين لازم يحطوا في بالهم أو في أفكارهم أنهم لا زالت البطولة طويلة ولا زال العمل طويل للوصول الى الهدف. رحيمي بدا البطوله وجات رابطه الجزاء، يعني شوف المفارقات وشوف كره القدم، شوف كره القدم تتغير اشياء صغيره. عارف انت رحيمي راه ممكن يكون عندك حل، وممكن نقول ان شاء الله ممكن يجيب لك كاس مباراه مباراه. يعني ليس انك ضيعت ضربه جزاء ولعبت اساسي من الاول لم تشارك من بعدها، لكن ممكن تعود، ممكن في المباراه المقبله ممكن تلعب في المباراه نصف النهائي لو ساهلت او في النهائي. بالتالي يجب كل اللاعبين يكونوا على استعداد. عبد الله كيف في البطوله العربيه طبعا. وبالتالي كل مجموعه مهمه. انا في اعتقادي اليوم نعم المباراه كانت صعبه جدا، الاداء اللي شاف الاداء مش هذاك الاداء، لكن شيء طبيعي لانك انت تلعب الان في مرحله خروج المغلوب، وكل فريق تلعب على امكانياتها. فريق يلعب لك بالدفاع متاخر على ما يعطيك المساحات، ودائما صعب. وشاهدنا كل منتخبات اللي تلعب مع فرق او منتخبات تتكتل الى الدفاع تجد صعوبات في خلق الفرص، في ايجاد المساحات، وفي تسجيل الاهداف. الان المباراه المقبله سيكون الامر مختلف جدا. الجنوب افريقيا تلعب كره، الكاميرون كذلك تلعب كره جنوب افريقيا مع المغرب حكايه. طبعا احنا بالعكس احنا نحب الفرق المنتخبات اللي تلعب الكره وتهاجم. علاش؟ لان دائما عندنا احنا الامكانيه ان الفرصه نسدد. وشاهدنا تسديده حكيمي اللي في اعتقادي حكيمي الشوط الثاني افضل بكثير من الشوط الاول، انه تحرر اكثر. قبل تسديده يوسف عرضيتين كان بامكانه ان يحرز منهما الكعبي هدف. انا هو اللي قلت لك لو سجلنا مع بدايه الشوط الثاني كانت الامور تختلف كثيرا. يعني بعض الاحيان جزئيات صغيره تغير لك اشياء كثيره في المباراه. ممكن هدف الدقيقه الاولى يجي هدف ثاني وهدف ثالث، لكن كلما تاخر الهدف. وكما قلت لك قبل بدايه الاستوديو احنا محتاجين نسجل من اقل عدد من الفرص. يمكن اليوم فرصتين الشوط الاول وثلاثه واربعه فرص الشوط الثاني. ما كانش النجاح، سجلنا هدف واحد، لكن نتمنى ان شاء الله تكون موجوده في المباراه المقبله. طيب كريم، في كل منتخب هناك فترات قوه، فترات التراجع. يبدو ان المنتخب المغربي فترات القوه لم يستغلها كما ينبغي، والنتيجه هدف واحد فقط. صحيح، فرص خاصه في الشوط الاول وفي الشوط الثاني يكون اكثر فرص. المنتخب المغربي لم يكن يعني لم يكن محالف الحظ للتسجيل. لكن انا اعتقد ان مباراه اليوم كانت صعبه، راهو تكتيكيا مباراه صعبه اللي تلعب ضد منافس يعني عنده تكتل دفاعي يحذق اللاعب نتاعو على الكونتر. يعني في مباريات اخرى منافسين اخرين يكون فما توازن، فما ريسك، يعني ممكن يخرج يلعب لك الهجوم، فتلقى مساحات وتلقى يعني الامكانيه التسجيل. اعتقد كل مباراه هي تختلف على المباراه الاخرى، والمنتخب المغربي اعتقد انه يكون احسن لما يلعب ضد منتخبات لديها يعني أسس ولديها ثوابت هجومية. فلما تلعب ضد منتخب تنزاني خطير جدا، معناتها المنتخب كانت مباراة حقيقة صعبة، لأنه لو سجل المنتخب التنزاني فرصة اللي جات في أول الشوط أو في الشوط الثاني تكون مباراة أخرى. صحيح. أعتقد أنه لازم يكون اللاعبين والجماهير المغربية واعية بهذا الانتصار وأهميته، وكل مباراة في دور خروج المغلوب هي مهمة. هذه الصور من خارج ملعب مولاي عبد الله، احتفال الجماهير المغربيه بهذا الانتصار والتاهل الى ربع النهائي. جمال سلامي، ذكرت نقطه مهمه في قبل هذه المباراه بانه نسق الفريق. لاحظنا وايضا نحن نتابع المباراه بانه كان مطالب الفريق بسرعه اكبر، تنفيذ العمليه بسرعه اكبر. هذه المساله تعود الى ما ذكرته انت ايضا، القوه البدنيه التي لعب بها المغرب مباراه زامبيا ولم يسترجع البدنيين بشكل كامل، ام ماذا تحديدا؟ أظن بأنه كل مباراة عندها خصوصياتها. يعني تقدم في الأدوار يستنزف شيء كثير من المؤهلات البدنية تاع اللاعبين، ونتكلم على
المؤهلات البدنيه تكون وقع كذلك على الطراوه الذهنيه، اختيارات، سرعه البديهه والحده في التعامل مع الكره. شفنا المنتخب اليوم قدر يجاري مجموعه ديال الاوقات تاع المباراه بشكل جيد. تقدم المنافسه كذلك سيستنزف تحل من الخصوم تاعنا، يعني المنتخب الكاميروني والمنتخب جنوب افريقيا شفناهم في الادوار السابقه يعني تحملوا عبء كبير تاع المنافسه. احنا الان عندنا من التخصصات ومن الكفاءات ومن الامكانيات المتاحه للمنتخب، الشيء اللي يخليهم انهم يسترجعوا الطراوه تاعهم البدنيه بشكل جيد. تاثير الفوز تاثير ايجابي جدا على الناحيه البدنيه تاع اللاعبين. تنعرفوا بان الجسم ملي تيكون فرحان تيفرز هرمونات مغايره على هرمونات لما تكون هناك يعني تاثر بنتيجه سلبيه. ثم ما ننساوش بان المنتخب المغربي حافظ على نظافه الشباك تاعو، وهذا شيء مهم. ما ننساوش بان المنتخب التنزاني في المباريات السابقه خلق فرص وسجل، ولكن اليوم جاته فرصه خطيره، ولكن التدخل تاع المدافعين والحارس ياسين بونو بطبيعه الحال، وهذا شيء يحسب لنا. كابتن جمال سلامه، شكرا جزيلا لك. يوسف شيبو، شكرا حقي، شكرا جزيلا لكم. شكرا موصول كذلك لزملائي في الاعداد وكذلك السهر فنيا على تنفيذ هذا الاستوديو. السلام عليكم، الى اللقاء مشاهدينا.